في حاجات لما بتتقال ما ينفعش تسكت بعدها، لأنك هتفضل فاكرها حتى بعد ما الحلقة تخلص. في أصوات بتيجي من بعيد، يمكن من تحت الأرض. ناس حفروا في رمل قديم لقوا دهب، لكن رجعوا تراب. النهاردة مش هنحكي عن بيت مسكون ولا عن جثة طالعة من البحر. النهاردة هنتكلم عن لعنة مكتوبة على جدران بلغة محدش بيقراها، بس كل اللي بيقراها بيدفع الثمن. وما تنساش، ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. بيقولوا إن اللي بيزعج راحة الموتى بيتلاحق بلعنتهم على مر السنين. علماء، مكتشفين، وحتى لصوص مقابر دخلوا مقابر الفراعنة، منهم اللي خرجوا حاجات ما يصدقهاش عقل ولا يقبلها منطق، ومنهم اللي ما خرجش ومحدش عارف له أثر. يا ترى كل دي صدف مخيفة، ولا فعلا الفراعنة سابوا وراهم لعنات بتحميهم بعد موتهم؟ في يوم من أيام نوفمبر سنة 1922، وتحديدا في وادي الملوك بصعيد مصر، كان هناك عالم آثار إنجليزي اسمه هوارد كارتر بيحفر وسط الرمل عند مدخل النفق اللي بيؤدي لقبر رمسيس السادس. لاحظ وجود مدخل كبير جدا، هو كان شبه مخفي وسط الرمال. وفي اللحظة دي حس إن الإبرة غرست في قلب الزمن. الحاجة اللي لمسها ما كانتش مجرد حجر وخلاص، دي كانت حاجة أعظم بكتير، حاجة كان بيدور عليها بقاله سنين طويلة، وهي مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون. كارتر وقتها كان واقف مش قادر يدخل لوحده. إحساسه كان متلخبط. هو لقى مدخل لمقبرة بس الطمع اللي جواه كان أقوى من صوت قلبه، وكان بيقوله اللي جوه ده مش طبيعي، دي مش حكاية دهب وكنوز. فبعت فورا للراعي الرسمي للحفريات اللورد كارنرفون اللي كان وقتها في الأقصر، وجري هو وبنته إيفلين علشان يشوفوا بنفسهم. دخلوا بالليل في السر من غير لا لجنة ولا شوق، خرقوا الصمت اللي فضل آلاف السنين متكتف تحت التراب، وحركوا حجر كان المفروض يفضل نايم. كارتر وقتها عمل فتحة صغيرة في الباب ودخل منها شمعة علشان يشوف ايه جوه. فسأله كارنرفون، في حاجة موجودة جوه؟ فرد عليه كارتر وقال له أيوة، أنا شايف حاجات مدهشة. في الوقت ده كان ممنوع حد يلمس حجر واحد قبل ما لجنة الآثار توصل، بس هم دخلوا، فتحوا الباب وكسروا الصمت الموجود، حركوا حاجات ما كانش المفروض تتحرك. وده اللي خلى بعض الناس تفتكر إن دخولهم بالليل كان سبب في اللعنة اللي حلت عليهم. كانوا فاكرين إن حياتهم هتتغير بعد اللحظة دي، وهي فعلا اتغيرت، بس مش للأحسن، دي كانت للأسوأ. وبعد أقل من 5 شهور مات اللورد كارنرفون، مش من مرض ولا حتى من حادثة، ده اتعرض للسعة من ناموسة، واللي سببت له حمى شديدة جدا. في لحظة وفاته اتقطعت الكهرباء عن القاهرة كلها. وكأن ده مش كفاية، على بعد آلاف الكيلومترات في لندن، في بيته هناك، كلب كارنرفون اللي كان معروف انه متعلق بيه جدا بدأ يعوي بطريقة مش طبيعية. الصوت كأنه بيصرخ، جسمه كله بدأ يتنفض، وعينه طلعت لفوق. جسمه مرة واحدة وقع على الأرض ومات. الناس اللي كانوا في البيت هناك قالوا إن عمرهم ما شافوا حاجة زي دي، كأن الروح اللي خرجت مع صاحبه سحبت معاها روح كلبه من لندن. ودي كانت أول إشارة إن اللعنة مش محبوسة في مصر بس، اللعنة دي كانت عابرة للقارات. وبعدها بدأت سلسلة الموت لكل اللي دخلوا وخرجوا واللعنة معاهم. بعد سنة واحدة بس، ريتشارد بيسل مساعد كارتر مات مخنوق في ظروف غامضة في نادي في لندن. والده لما عرف إنه مات رمى نفسه من الشباك وساب رسالة قال فيها: لم أعد أحتمل ظل اللعنة. هيو إيفلين وايت عالم آثار شاف المقبرة وانتحر، بس قبل ما يموت ساب ورقة وكتب فيها جملة بسيطة: استسلمت للعنة التي تطاردنا منذ فتح المقبرة. عضو بالفريق كان مسؤول عن ترميم ونقل القطع الأثرية،
مات بأزمة قلبية مفاجئة بعد حضوره فتح التابوت. وأمين المتحف البريطاني اللي أشرف على عرض القطع مات فجأة بعد استلام تمثال صغير من المقبرة، وغيرهم كمان كتير. هل هي مجرد صدفة إن حوالي 20 شخص ليهم علاقة مباشرة بالمقبرة يموتوا فجأة؟ في بيقولوا إن المقبرة كان فيها فطريات نادرة أو غازات سامة أو ده توتر نفسي، بس كل تفسير كان أضعف من الواقع، لأن اللي حصل ما كانش محتاج شرح، ده كان محتاج صمت. الناس كانت فاكرة إن اللعنة بدأت من توت عنخ آمون، بس الحقيقة في لعنة أقدم وأغرب، لعنة فرعون حاول يغير معتقدات شعب كامل فالعالم كله نسيه أو اتنسى بالقصد. في سنة 1907 في عز حر يوليو وسط صحراء تل العمرانية كان في بعثة أثرية إنجليزية بقيادة عالم آثار اسمه إدوارد إيرتون. هدفه كان واضح جدا، وهو اكتشاف مقبرة فرعون غامض محاها التاريخ اسمه إخناتون فرعون التوحيد. أخيراً بعد شهور كتير من التعب والحفر بين الصخور سمعوا صوت مختلف، حجر بيتحرك وراه سلم صغير بيودي الباب مقفول. لكن الغريب هنا المقبرة كانت فاضية تقريباً، ما فيهاش ذهب ولا موميا ولا حتى نقوش فرعونية، بس على الحيطان كان في كتابات مش مفهومة ونقش واحد كان واضح، وهو: من يزعج راحة آتون سيحترق في نوره وتمحى ذاكرته من تحت السماء. العمال اللي دخلوا المقبرة أول مرة واحد منهم أصيب فجأة بحساسية جلدية غريبة، جلده تحول لحاجة أشبه بالحراشيف، والتاني كان بيصرخ بالليل ويقول إنه شايف تمثال من غير عينين بتبصله وهو نايم. واحد تالت اختفى 3 أيام، ولما رجع كان ساكت بيترعش وبيعيط ورفض يدخل الموقع تاني. إدوارد نفسه مات بعدها بسنة واحدة في ظروف غامضة أثناء رحلته في الهند. محدش ربط موته بحاجة وقتها، بس بعد لعنة توت عنخ آمون الناس بدأت تفتكر اللي حصل في مقبرة إخناتون، وبدأت الناس تقول دي مش مقبرة، دي لعنة بتمشي في التراب. لكن اللي حصل بعد كده أثبت إنك مش لازم تدخل المقبرة، أحيانا كفاية تلمس أثر واحد بس، لأن في سفينة كانت شايلة حاجة فرعونية وغرقت، السفينة اللي ما كانتش المفروض تغرق. الناس كلها عارفة إن تايتانيك غرقت سنة 1912 بعد ما قالوا عنها إنها السفينة التي لا تغرق، لكن اللي ناس قليلة بس تعرفوا إن على ظهرها كان في لعنة في القبر، مش موميا كاملة لكن تابوت خشب ملون غطى الكاهنة من معبد آمون اللي اتعرفت بعد كده باسم الفرعون الغير معروفة. الغطا ده كان عليه نقوش مرعبة وجنبه لوح مكتوب عليه: من يزعج راحتي يفتح عليه أبواب الجحيم. القصة بدأت قبل تايتانيك بسنين. المصور اللي لقط أول صورة للتابوت انتحر، والصحفي اللي كتب أول تقرير عنه مات بحمى مفاجأة. حتى المتحف البريطاني اللي احتفظ بالتابوت اضطر يقفل جزء منه أكتر من مرة بسبب أحداث غير مبررة. الناس بدأت تقول اللوحة كانت تحذير مش مجرد ديكور. وفي يوم الغطا ده اتنقل لشحنة خاصة متوجهة لأمريكا، اتحط في صندوق خشب كبير تحت اسم مزيف، قطعة أثرية مهمة لا تلمس. وكانت السفينة اللي شالته هي سفينة تايتانيك. قبل ما تغرق السفينة بدأ الطاقم يحكي عن حاجات غريبة، صوت خطوات في الممر السفلي، همس جاي من القبر. واحد قال إنه شاف ست ملفوفة بالكتان الأبيض ماشية بالليل من غير ما تكون لامسة الأرض. وفي ليلة 14 إبريل غرقت تايتانيك، مش بس بسبب جبل جليدي. الناس اللي صدقت القصة دي ما كانوش شايفين اللي كان جوه السفينة. من يومها الناس بدأت تبص حواليها وتسأل هو احنا فعلا بنتعامل مع لقى أثرية ولا مع أبواب بنفتحها على نفسنا؟ بس لو كنت فاكر إن القصص دي خلصت من 100 سنة، استنى تشوف اللي حصل في عصرنا. في بيت بسيط في قرية صغيرة في الصعيد، بيت ناس دخلوا يحفروا تحته و7 منهم ما خرجوش. في لعنة بتتحرك مع القطع الأثرية، وفي لعنة نايمة في الأرض نفسها مستنية حد يحفرها. حكاية حصلت ليلة 17 رمضان
ومحدش قادر يفسرها لحد النهاردة. كان في راجل كبير في السن اسمه الشيخ خميس، راجل معروف بالحكمة والسكوت. في يوم وهو قاعد في الجامع قال إن حلم غريب. شاف في المنام تابوت ذهبي مدفون تحت بيت مهجور في طرف القرية، تابوت فرعوني في ملك مدفون ومعاه سره. والكلام انتشر بسرعة، ولما الطمع يحرك الناس العقل طبيعي بيسكت. 7 شباب من القرية كلهم أقوياء، فيهم اللي بيشتغل في الطين وفيهم اللي بيحفر في مقابر أصلا، اتفقوا ينزلوا يحفروا في السر. وفي نص الليل على ضوء القمر بدأوا يحفروا تحت البيت. بعد ساعات من الحفر ايد واحد فيهم لمست حجر غريب، بلاطة حجرية سودة عليها رموز فرعونية محدش فيهم قدر يفهمها. أول ما شالوها خرجت ريحة بشعة وقوية، كانت مزيج كده بين المسك وعفن وريحة الدم. واحد منهم قال بصوت واطي: كأني فتحنا جبر مش مقبرة، في ريحة موت هنا. بس الطمع خلاهم يكملوا. نزلوا واحد ورا التاني، كل خطوة بتقربهم أكتر للضلمة اللي ما فيهاش رجوع، والنفس بقى أبطأ والنور بقى أضعف. وبعد آخر واحد نزل فيهم ورجله لمست الأرض السلم اتقفل لوحده. ما كانش فيه صوت وما فيش خبط ولا فيه صريخ ولا حتى نفس. بس الراجل اللي كان بيأمنهم كأنه واقف فوق مشلول مكانه، حلف إنه سمع صوت همس طالع من جوه، صوت بيقول 7 اكتملوا، والباب اتقفل وسكتت كل حاجة بعدها. بعد كده سمع صوت حجر بيتكسر، وبعدين كان فيه صمت. بعد 1.5 ساعة الناس اللي بره لسه مستنية، وفجأة باب الحفرة اتفتح وطلع واحد بس، ووشه كان أبيض بشكل غريب مش مفهوم، عينه حتى ما بترمش بس جسمه كله بيترعش. ولما سألوه فين اللي نزلوا معاك قال بصوت مش طبيعي: ماتوا كلياتهم، كانت واقفة هناك. لما الناس سألته قالت له مين قال: الملكة الفرعونية، ما كانتش نايمة. وبعدين ضحك هستيري، ضحك زي المجانين. وبعدها بيومين اتحبس في مستشفى نفسية، ولحد النهاردة أهل القرية بيقولوا إنه لسه بيضحك ولسه بيقول هي واقفة هناك مستنياكم. البيت المهجور ده اتقفل بالطوب الأحمر ومحدش بيقرب له. وفي واحد من المغتربين في الخليج حاول يشتريه وكان هيهده. قبل ما يكمل التعاقد ولاده الاتنين ماتوا في حادثة، ومن ساعتها الناس بتسمي البيت ده بيت ال7 اللي ما خرجوش. واللي حصل في القرية حصل زيه بس كان بشكل رسمي أكتر يوم 3 إبريل 2021. مصر صحت لعنة كانت نايمة بقالها آلاف السنين. موكب المومياوات الملكية لما بتحرك جسد فرعوني ما بتحركش مجرد عظم، انت بتحرك حاجة أعمق، حاجة نايمة ومش عايزة تصحى. مصر وقتها كانت على موعد مع حدث عظيم، كاميرات وأضواء وموكب مهيب بيشيل 22 موميا ملكية، أعظم فراعنة التاريخ، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، سيتي الأول، وأشهر الملكات. موكب ملكي بيقطع شوارع القاهرة، لكن في اللحظة دي قوة كانت راقدة في سلام وفجأة اتجرت للنور بالعافية. قبل الموكب بأيام الدنيا بدأت تنزف، الناس بدأت تهمس، هو احنا بنلعب بحاجة مش بتاعتنا؟ احنا صحينا ايه؟ في مخطوطة فرعونية قديمة مكتوب فيها: من يوقظ الملوك من نومهم الأبدي هيصحى عليه غضبهم وتتسحب منه أبواب الحياة. وال22 موميا دول ما كانوش جثث، دي كانت أرواح مربوطة اتحركت واتنقلت لكنها ما كانتش راضية.
في نفس يوم الموكب عامل من اللي بيحضروا المومياوات وقع من فوق سقالة، رقبته اتكسرت ومات. صحفية شابة حضرت الموكب رجعت البيت وجالها ألم مفاجئ في صدرها، ماتت بجلطة في القلب. والناس قالت الملوك كانوا نايمين واحنا صحيناهم ودفعنا الثمن. بس وسط كل الرعب ده لازم نسأل سؤال، هل دي فعلا لعنة ولا احنا بنصدق اللي عايزين نصدقه؟ العلم عنده تفسير او بيحاول يكون عنده تفسير، لكن كل ما يفسر حاجة بيظهر له لعنة جديدة. على قد ما القصص بتخوف، على قد ما في ناس مخافوش دخلوا نفس المقابر، لمسوا نفس القطع وخرجوا سالمين. السؤال هنا، هل كانوا محظوظين ولا في حاجة تانية بتحميهم؟ كارتر اللي بدأ كل حاجة، اللي فتح المقبرة بإيده، عاش لحد سنة 1939 ومات طبيعي. دوغاليس إيري الطبيب اللي شرح جثة توت عنخ آمون مات سنة 1961 من غير ما يصيبه أي لعنة. والمفاجأة إيفلين كارنارفون بنت اللورد اللي مات في بداية اللعنة دخلت المقبرة، شافت الموميا وقضت أيام جوه، لكن عاشت حياة طويلة من غير ولا خدش. ناس كتير قالت كل القصص دي صدف، أشهرهم دكتور جمال محرز مدير مصلحة الآثار الأسبق. كان دايما يكرر أنا لا أؤمن بلعنة الفراعنة، أنا قضيت حياتي وسط المومياوات والمقابر وها أنا هو لسه حي. بس الغريب إنه مات فجأة بعد أيام قليلة من لحظة نادرة، لحظة نزع قناع توت عنخ آمون للمرة التانية. وزي الدكتور زاهي حواس أشهر عالم آثار مصري والراجل اللي دايما كان ضد الخرافات قالها بوضوح، مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة، دي مصادفات. بس وهو طالع من المقبرة حصل اللي ما يخطرش على باله. وهو ماشي بالعربية كان هيخبط طفل صغير، وفي آخر لحظة لحق نفسه. بعدها بشوية اتصلت أخته وقالت له إن جوزها مات. بعدها بلحظات وزير الثقافة دخل العناية المركزة. هو كمل شغله وكأن مفيش حاجة، لكن السما انشقت ونزل سيول غرقت كل حاجة. وفي وسط كل ده زاهي حواس واقف بيضحك، بيقول برضو إن مفيش لعنة، لكن كل اللي حواليه كانوا حاسين إن في حاجة بتضحك معاه بس مش مننا. وهنا السؤال بيفرض نفسه، احنا نصدق مين ولا مين؟ اللي عايش ولا اللي مات؟ نصدق تفسير العلم ولا عيون اللي شافوا الملكة بتتحرك؟ طول الحلقة جرينا ورا لعنة، من توت عنخ آمون لإخناتون، ومن سفينة تايتانيك لبيت السبعة اللي ما خرجوش. شفنا ناس ماتت وناس اختفت، ناس جننتهم عيون شافوا فيها حاجة مش زي البشر، لكن في نفس الوقت في ناس دخلوا وخرجوا، ضحكوا في وش المقبرة وقالوا مفيش حاجة هنا. وانت بتسمعنا دلوقتي ممكن تبقى بتقول هل كل دي مصادفات ولا دي تهيؤات؟ بس جواك في صوت صغير بيقولك وإيه لو كانت حقيقية؟ إيه لو فعلا في حاجة بتتحرك وبتتنفس حوالينا مستنية بس اللي يلمسها؟ مش لازم تفتح تابوت ولا تحفر تحت بيت، أحيانا كفاية إنك تبص لصورة أو تقرأ اسم، تشوف تمثال أو تسمع بودكاست وتبدأ تحس إنك مش لوحدك. في بيوت حوالينا لسه بتنزف صمت، الناس لسه بتشوف أحلام مش بتروح، وكل ما نقول مفيش لعنة تلاقي حاجة بتضحك لك في الضلمة. لو حلمت بحاجة أو شفت ظل ورا الحيطة، لو حسيت إنك لمست لعنة ابعت لنا قصتك، يمكن تكون انت الحلقة الجاية من ورا الحيطة. اقفل النور وسيب الباب موارب، يمكن اللعنة تيجي تزورك. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.